هوريكم النهاردة ازاي بعمل فول بيبقى زي الزبدة دايب دوبان والقشرة كده بتدوب معاكي، مستوي حلو قوي وطعمه يعني لذيذ بطريقة مش طبيعية. بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. ده كان نص كيلو من الفول، نقيته كويس قوي وبعد كده ضفت عليه مية كده نسيبه منقوع فيها. أنا بضيفه من بالليل وبسيبه والصبح بعمله بكمل الفول. هنا كان لما سبته من بالليل لحد الصبح بصوا بقى بتلاقوا الفولة نفسها نفشت وحجمها زاد وقشرتها اتشدت كده وبقى منفوخ ازاي كده. تمام، هنبدأ بقى نعمل الفول بتاعي. دي دماسة او فوالة بنعمل فيها، بس عادي حتى لو في حلة ممكن تعملي فيها مفيش اي مشكلة. ضفت النص كيلو فول اللي معايا كده كله في الفوالة. بعد كده بقى في اضافات حاجات كتير، ممكن نحط جزر، بشر جزر. ده كان ربع كوباية عدس اصفر غسلته، نقيته وغسلته وضفته. ممكن تحطي الجزر عادي زي ما قلتلكم مفيش مشكلة، بس انا المرة دي اكتفيت بالعدس. وكمان دي ليمونة قطعتها شرايح كده وضفتها على الوش من فوق. بحب احطهم على الوش من فوق كده، بيحافظ ان الفول ما يسودش جامد معاكي لما بتيجي تفتحي عليه الغطا. في الوقت ده طبعا انا سايبه ميه على النار بتسخن. السر بقى 4 معالق زيت تضيفيهم على الفول، بصوا بتخلي القشره تدوب وبيبقى تحفه. دي بقى معلقه كركم، ضفت عليها شويه ميه كده سخنين ودوبتها عشان اتاكد ان البودره دابت حلو، وهزودها على الفول. هتديني لون للفول حلو جدا وملهوش في نفس الوقت طعم، مجرد لون كده بس. بعد كده بقى المية بتغلي على النار في الكاتل او البراد بتاعك وهتضيفي على الفول. ضفت على الفول كده لحد ما غطيته وفوقيها بشوية مية كمان. وبعد كده هغطي واسيبها على النار. في الاول النار وسط، لما الاقيه بيبدأ يغلي بهدي العين على اقل درجة عندي وافضل سايباه. بقى عايزة اقولكوا ان انا سبته تقريبا يوم كامل على النار، يوم كامل. وصل ما تستعجلوش عليه، وصل للنتيجة الجميلة دي. يعني انا تقريبا كنت حطاه 12 الظهر، ده طفيت عليه على الساعة مثلا 4 الفجر. ومحتاجش على فكرة ان انا ازود مية تاني، هو اخد كفايته من المية من غير ما افتح عليه كل شوية. فكان بجد حلو جدا وجميل. اتمنى انكم تجربوه. لو عجبكم ما تنسوش تكتبولي كومنت وتقولولي ايه رأيكم فيه، قد ايه كان لذيذ وحلو وجميل. وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بعمله. باي باي.